بكم مشاهدي شبكة تلفزيون النهار، وبالأخص قناة النهار اليوم في استوديو تحليلي نسائي جديد لمباريات كاس مصر ومباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك والإسماعيلي باستاد برج العرب. وقبل ما نتكلم عن المباراة واستقبل ضيوفي في الاستوديو التحليلي، معانا النهاردة فقرة مهمة جدا مع ضيفتي رانيا توفيق. هناقش فيها مع رانيا اهتمام النساء بكرة القدم، ونرد على الناس اللي بتقول ان البنت او النساء ما بيفهموش في الكورة وما بيعرفوش يتكلموا في الكورة. برحب بيكي يا رانيا، منوراني على شاشة قناة النهار اليوم. اهلا بيك يا فرح، واهلا بكل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي على قناه النهار. رانيا، عايزه ابدا معاكي واناقش معاكي. انت عارفه الناس كتيره جدا بيتقال عليها ان البنات ما بتفهمش في الكوره. طبعا انا ضد ده، وشايفه ان البنات بتفهم في الكوره وبتقدر كمان تتناقش فيها. انت مع ام ضد؟ انا كمان ضد ده ومع ده، عشان كده جايه النهارده واتكلم اقول زي ما الولاد بتفهم في الكوره وبتعرف تتكلم في الكوره، البنات برضو بتفهم في الكوره وبتعرف تتكلم في الكوره وكمان بتعرف تلعب كوره. ليه لما تكون السيدات او البنات بيحبوا كره القدم ما يفكرش خطيبها ياخدها معاه تنزل تتفرج معاه على كافيه؟ مثلا كره القدم العالميه انت عارفه دايما بتبقى معروضه في الكافيهات. ليه ما يفكرش ياخد خطيبته معاه، البنت اللي مرتبط بيها، ينزلوا يتفرجوا مع بعض على المباراه؟ عشان ساعتها هيقول لها انت بتفهمي اصلا في الكوره، ما تفهميش فيها، هاخدك معايا ليه؟ وثانيا انا نازل مع اصحابي. ازاي ده في اوروبا بيحصل، مش بس في الفرجه على المباريات؟ فين؟ في اوروبا مش في مصر. ليه؟ ما هو احنا يعني احنا مجتمعنا كده. ما انا جايه النهارده عشان نواجه المشكله دي. ده تربص من الرجال. يعني انا شايفه ما فيش حاجه اسمها مجتمعنا كده، في حاجه اسمها ان الراجل عايز يحط كره القدم تبقى حكر عليه، حاططها في اطار ذكوري بحت. هو اللي عايز يتفرج عليها، هو اللي عايز يعني يشوفها، هو اللي عايز يتكلم عليها مع اصحابه. لو البنت اتكلمت في الكوره، اتفرجت على مباراه كره قدم، لازم ينتقدها باي شكل. اديك انت قلتي اهو متربص، زي ما احنا واخدين بالنا طبعا وشايفين وبنشوف التربص ده في حياتنا كلها بشكل عام، او في حياه اي بنت بتواجهها في حياتها، ان الولد بيسيب كل المشكله وبيسيب كل حاجه ويمسك البنت عملت، البنت سوت، البنت مش عارفه عملت ايه. وزي اللي حصل في الاستوديو التحليلي اللي حصل معاكي في الاستوديو الخاص، الاستوديو النسائي التحليلي الخاص لمباراه الاهلي وسموحه، مع البنت اللي هي كانت مشجعي نادي سموحه من مي الغندوري بالظبط كده. ودي قالت النسبه تقريبا 60%، يعني نسبه صح. يعني زي اي مشجعي او اي لاعب كوره او اي محلل في اي استوديو تحليلي ممكن يقول النسبه دي او اقل من كده، بل بالعكس كتير من المحللين الكرويين اللي بقالهم كتير جدا في المجال بيقعدوا فتره كبيره جدا ولحد النهارده معرضين ان هم يبقى عندهم خطا في الاستوديو التحليلي الخاص بالمباراه. بالظبط كده. فانتوا سبتوا كل ده ومسكتوا في البنت، في الغلطه اللي قالتها البنت او الرقم اللي قالته غلطه. زي يعني يا جماعه وارد اي حد يغلط من اي، يعني في اي، يعني من الناس اللي بتطلع، الناس الكبار اللي بيطلعوا دول عادي وارد بالعكس كتير من المتخصصين كمان محللين كرويين ممكن ما يقولوش بنسبه 60% التشكيل صح، بيقولوا بنسبه 40% بس. ففكره ان بس يبقى في خطا في الرقم هو ده اللي حصل. لو معاكي الفيديو كمان يا فرح ممكن نستشهد بيه دلوقتي للمشاهدين. تعالوا معاكم نروح نشوف الفيديو الخاص بتشكيل سموحه للاستوديو اللي كان معمول لتحليل مباراه سموحه والاهلي لمشجعه سموحه مي الغندور، ونرجع لكم تاني. التشكيل المتوقع اللي هو ممكن يبدا هيبقى ممكن المهدي سليمان، خط الدفاع ايمن اشرف، سيد فريد، محمود عزت، كواكوا منساه. تمام. في خط الوسط هيلعب بعمرو المنوفي واحمد نبيل مانجا وحسام حسن. هيبقى عنده ثلاث مهاجمين، هيلعب بحسام باولو وممكن العجيزي واحمد رؤوف. عايزه اعرف منك بقى ايه رايك في التشكيل؟ اول حاجه، ايه رايك في فكره ان البنت تقول تشكيل صحيح بنسبه 60% وبعد كده يحصل كل البروباجندا دي على السوشيال ميديا لمجرد انها بنت؟ اديكي انت قلت اهو، عشان هي بنت وقالت التشكيل صح وغلطت في رقم صغير، الناس سابت كل حاجه. طب ليه الناس ما مسكتش مثلا قالت دي البنت دي قالت التشكيل صح، رغم ان في معلقين كتير جدا ومحللين كتير جدا في اي استوديو تحليلي ممكن يقولوا رقم غلط على فكره، ودي فعلا قالوا بنسبه ممكن يكون طلعت بنسبه 40% مثلا، لكن سابوا كل ده ومسكوا ان عشان هي بنت، مسكوا ان البنت دي. وانت شفتي بقى طبعا البروباجندا اللي حصلت على السوشيال ميديا والقلبان اللي حصل طبعا. طب عايزه اعرف منك يا رانيا، الناس ناسيه ان في كره قدم نسائيه وفي بنات بتمارس كره القدم النسائيه وفي بطولات كتيره جدا عندنا في مصر. طبعا في ناس كتير شرفت مصر ورفعت رفعت اسم مصر، منهم نور الشربيني وفي الاسكواج ورانيا علواني وفريده عصوان في السباحه. يعني ده يكفي تماما، غير اللاعبين التاني اللي رفعوا اسم مصر والانديه بتاعت مصر.
ده يكفي ده كمان، يعني عايزين ايه تاني؟ طبعا. رانيا نورتيني جدا، ميرسي يا بشكرك فرح. شكرا جزيلا. وطبعا يعني بشكر كل اللي بيتفرجوا علينا، يا ريت نكون قدرنا ان احنا على حد ما نغير المفهوم الخاطئ اللي عند بعض الناس عن علاقه البنات بكره القدم. اتمنى انا كمان، واتمنى ان كمان الشباب تعيد فكرتها تاني، وما تقعدش تتكلم تقول البنات ما بتفهمش، البنات ما بتتكلمش. زي ما قلت وهقول لكم تاني دلوقتي، ان انا مش جايه اتخانق ولا جايه اعمل حاجه، انا جايه اواجه مشكله وجايه افهم شريحه معينه من الشباب ما كنتش فاهمه كده، مثلا ان احنا بنعرف نتكلم في الكوره، نفهم في الكوره، وبشجع كوره وبشجع واحب كوره. وعلى فكره وقريب قوي انا عايزاكي بس ان شاء الله تستضيفي ناس بتلعب كوره واخدوا بطولات قبل كده في طبعا الكوره. هيكون اكيد معانا اكيد بنات بيشجعوا كوره وبنات بتلعب كوره، هيكون معانا ان شاء الله حكام طبعا من جميع وابطال المجالات. كتير زي اللي شرفوا مصر قبل كده. طبعا طبعا باذن الله. انا بشكرك يا فرح. بنشكرك جدا يا رانيا، ونروح دلوقتي لفقرتنا الاساسيه مع ضيوف الاستوديو التحليلي الخاص بمباراه الزمالك والاسماعيلي في دور الاربعه لكاس مصر، سلمى عز الدين المشجعه الزملكاويه وشيماء امين مشجعه الدراويش. انتظرونا.